سيدنا مالك بلغه أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه، وقد ترجمنا له يوما ما، وصحابي كبير، كان يقوم في جوف الليل وكان يقول: نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم. هذا ما كان يقوله رضي الله تعالى عنه في دعائه في تهجده، في قيامه في الليل. ها هنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقوم من جوف الليل، يقوم من جوف الليل، وهو أمر قد ذكرناه سابقا، وقلنا بأن القيام من جوف الليل أمان، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: شرف المؤمن قيام الليل وعز المؤمن استغناؤه عن الناس. فقيام الليل كان مأمورا به النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فها هنا أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يقوم، لكنه ليس كقيامنا. قيامه صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يكون طويلا وكثيرا ومستغرقا لزمن الليل كله إلا قليلا، لأنه سيعطى قولا ثقيلا، وهو مأمور أن يهيئ نفسه، لأن في القيام الليل نوع من التصفية والتحلية والتجلية للروح وللقلب الذي سيستقبل الوحي. فكلما كان قربه من الله أكثر وتعلقه به أكبر وسجوده له أمكن وتهجده له أضمن، كلما كان ذلك منعكسا على نفسه وروحه وقلبه، فاستطاع أن يتحمل ذلك الثقل الكبير والهدي الجدير والإيمان الغزير والنور المبين الذي لا تستطيع أن تتحمله عزائم الرجال الذين لهم مكنة ولهم قوة وأولي عزم، لا يستطيعون إلا إذا وفقهم الله تعالى وتجلت فيهم تلك النورانية التي تقبل أن يتقبلوا ذلك الأمر الكبير. ولعل المولى سبحانه وتعالى سيناجي الذين يريدهم أن يناجوه. وقد قلت مرة أن امرأة أعرابية كانت آمة عند أحدهم، فوجدها تقوم من الليل تناجي الله تعالى بأرق العبارات وأجمل الدلالات، وسمعها تقول: اللهم بحق حبك لي إلا غفرت لي ذنبي وأدخلتني الجنة. فقال لها: يا أمة الله، ما هكذا يقال؟ قال: قولي: اللهم بحق حبي لك إلا أدخلتني الجنة. قالت له: يا هذا لم تفهم. قال لها: وماذا أفهم؟ قالت له: لولا أنه سبحانه يحبني ما أيقظني في هذه الساعة من الليل، ولا أوقفني بين يديه، ولا أطلق لساني بمناجاته، فهو يحبني يقينا. والصالحات كرابعة العدوية كانت تقول هذا، تقول: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فكشفك للحجب حتى أراك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يوم القيامة سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر، قال صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته. قالت له: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فكشفك للحجب حتى أراك، وأما الذي أنت أهل له فشغل بذكرك عمن سواك، فلا الفضل في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الفضل في ذا وذاك. رضي الله تعالى عنها. كانت تقول هذا، وكانت تتصل بالله تعالى وترى بأن الصلة به هي كل ما يمكن أن يكون من معنى للدنيا، وترى بأنه لا لذة بعد الوصل بالله،
فتقول ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى يا ربي والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. لا شيء يعادل لذة الوصل بالله. لذة الوصل بالله تعالى هي أعلى وأرقى وأنقى وأتقى وأسمى ما يحصل عليه الإنسان في حياته. وقد ورد في الحديث القدسي: إن لي عبادا أحبهم ويحبوني، وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي، فإن كنت منهم يا عبدي أحببتك، وإن لم تكن منهم بغضتك. قال: ما صفتهم؟ من هم هؤلاء العباد الذين ذكرتهم بهذا الذكر؟ قال: هم قوم يحنون إلى قيام الليل، إلى غروب الشمس حنو الطير إلى أوكارها، فإذا جنهم الليل ونصبت الأسر وفرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه، نصبوا إلي أرجلهم وفرشوا إلي جباههم، وخلوا بي يناجونني بكلامي ويتملقون إلي بإنعامي. هؤلاء الذين إن كنت منهم أحببتك، وإن لم تكن منهم بغضتك. هؤلاء الذين كان سيدنا أبو الدرداء وأمثاله يسعون لأن يكونوا منهم، فكانوا يقومون الليل ويناجون المولى سبحانه وتعالى. ها هنا هذا الكلام الذي قاله سيدنا أبو الدرداء هو ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أثر عن أبي الدرداء. وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه عربي فصيح، وله مقام ومكان في الفصاحة، ومع ذلك كان يرتجل الكلام. ولكن علماء شروح الحديث كانوا يتكلمون عن أن أبا الدرداء كان كثيرا ما يناجي الله تعالى بمأثور ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام آثر وأمكن وأحسن، لأن النبي يعتبر قمة البلاغة. قمة البلاغة هو النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يريد أن يدخل إلى باب البلاغة عليه أن يقرأ الباب على النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ منه، كما قال مصطفى صادق الرافعي في إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، وقاله الإمام الجرجاني عبد القاهر رحمه الله في دلائل الإعجاز وفي أسرار البلاغة، كتاباه المعروفان. فيقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا أبلغ منه. ولهذا شوقي رحمه الله يقول من قصيدة طويلة: تبدى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأهدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوعت الرقابة، لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فكان على شعاب الأرض نورا يضيء جبال مكة والشعاب. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، وما بلغ الفصاحة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، إذا لم تكن أنت كتابه. وقال له: وإذا خطبت، شوقي أيضا يقول: وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا حكمت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا رضيت فذاك في مرضاته ورضا الكريم تحلم ورياء. فالفصاحة والبلاغة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كانت القمة. كل ما ورد من أدعية عن النبي وأحاديث مرويات ومذكورات إنما كانت في قمة البلاغة. وأذكر مرة أننا قلنا أن الجاحظ رحمه الله كان يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن كلامه هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عن الصنع ونزه عن التكلف، استعمل المبسوط في موضع البسط
والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطق إلا بميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام حف بالعصمة، وشد بالتأييد، ويسر بالتوفيق، ولم ير الناس كلاما أعم نفعا، ولا أبلغ معنى، ولا أدل في معناه، ولا أبين في فحواه من كلامه صلى الله عليه وسلم. إذن هو قمة القمة، قمة البلاغة صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يدعو بما عنده، ويدعو بمأثور ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي قد علمنا كثيرا من الأدعية. الإمام النووي قد ألف كتابا في الأدعية، أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كل الصحاح، في البخاري وفي مسلم وفي الترمذي وفي النسائي وفي ابن ماجه وفي مسانيد ابن عساكر والحاكم والإمام أحمد، كل كتاب في الحديث إلا وفيه جزء من الأدعية التي دعاها النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبات متعددة متلونة. فكان يدعو بالمأثور، لكنه يقولون إن الإنسان إذا دعا بما يعرف كما يفعل الصالحون جاز له ذلك، جاز له أن يفعل، لأنه إن كان ينطبق مدلول دعائه مع مدلول دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ومع مضامين ومقاصد القرآن فلا ضير، لا ضير في أن يدعو الإنسان بما يعرف. وربما كان للإنسان في دعائه بلاغة، كما كان الأمير عبد القادر رحمه الله أحيانا يدعو الحمد لله تعظيما وإجلالا، ما أقبل اليسر بعد العسر إقبالا، وما أتت نفحات اليسر ناسخة من المكاره ألوانا وأشكالا. كان يدعو الله تعالى. وربما بعضهم يدعو الله تعالى بما يكون من إنشائه ولكنه جميل. يا من أظهر الجميل، يقول أحدهم، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة، ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا سيدي ويا مولاي، لا تشوه خلقي ببلاء الدنيا ولا بعذاب الآخرة. هذا من بليغ الدعاء، ولكنه ليس مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا إن الدعاء بمأثور ما في القرآن وما في كلام النبي أولى. من أراد أن ينال البليغ من الكلام والمنير من الألفاظ والرائق من الحروف فلينحو نحو القرآن دعاء. والقرآن مليء بالأدعية، مليء بالأدعية موجودة في أماكن شتى من القرآن الكريم. أو ليدعو بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام لكن من غير تكلف. لكنهم يقولون بأن القيام هذا له آداب لا بد من مراعاتها. من آدابه الطهارة، ومن آداب القيام التوبة، ومن آدابه ترك التنعم باللذائذ وغلبة الفكر والتأمل. هذه من الأمور التي تعين على صدق القيام والمناجاة لله رب العالمين. إذا أردت أن يكون قيامك على أصوله، وأن يكون مقبولا ميسورا، وأن يكون محفوظا لك عند الله تعالى، وأن ينعكس على ذاتك كما هو أصل العلة التي من أجلها وجد القيام. أصل العلة في القيام هو ربط المؤمن بالله وتصفية نفسه. فإذا أردت ذلك فلتتطهر طهارة ظاهرة وباطنة. والله تعالى قال لنبيه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وثيابك فطهر قد تعني الشيء الظاهري، وقد تعني أيضا الشيء الباطني، أي تعني أنه تطهير القلب وتطهير الوجدان وتطهير العرض وتطهير السمعة. يمكن أن يكون هذا المعنى موجودا. يمكننا أننا نقف ها هنا هذه المرة، نسأل الله أن يوفقنا إلى الخير، وأن يلطف بنا فيما جرت به المقادير،
وأن يجعلنا من المقبولين المستورين الآمنين في الدنيا والدين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.